في 9 يوليو سنة 2023 أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن صدور حكم قضائي بحق مواطن سعودي وأحد الوافدين من جنسية عربية، وكانت تهمة الاتنين هي غسيل الأموال والتستر التجاري عن طريق نشاط متعلق ببيع وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية. مفيش شك إن الموضوع المثار حاليا والأكثر أهمية في محيط وطننا العربي هو شبكات غسيل الأموال وتجارة الأعضاء اللي بتدار عن طريق استخدام بعض المشاهير من الفنانين ونجوم التيك توك في مصر. الفيديو اللي فات تناولنا قضية تجارة الأعضاء وما أثير حوالين الفنانة وفاء عامر من الشخصية اللي بتدعى مروة بنت الرئيس مبارك، واللي اتكلمت عن الفنانة وفاء عامر وبعض الشخصيات المشهورة على التيك توك زي أم ساجدة وأم مكة وغيرهم من التيك توكر المصريين. الموضوع ما زال في قيد التحقيق في النيابة العامة، هو موضوع غسيل الأموال المتعلق ببعض التيك توكر زي مداهم وسوزي الأردنية. أجهزة إنفاذ القانون في مصر بتتعامل مع الموضوع بقوة وحزم، وده يدعو إلى بعض الإشادة بأجهزة الدولة، مجهود يقدر ويحترم الصراحة. وأنا النهاردة مش هتكلم عن غسيل الأموال عن طريق شبكات التيك توك في مصر، ده موضوع قتل بحثا وكلاما على الكثير من القنوات، وبما أن الشيء بالشيء يذكر فأنا النهاردة هتناول القضية دي من منظور تاني. هتكلم عن واقعة غسيل أموال حصلت داخل المملكة العربية السعودية علشان أوضح مفهوم غسيل الأموال اللي البعض مازال لسه بيحتار فيه، وأبين مدى خطورته على المجتمع وعلى اقتصاد الدول في كل مكان. وعايز برضو أشيد بدور أجهزة الدولة في المملكة العربية السعودية اللي قدرت تتعامل مع الموضوع باحترافية شديدة وبتنسيق ما بين جميع أجهزة الدولة. التنسيق ده يستحق الإعجاب الصراحة. بتبدأ قصتنا وقت تواصل وافد عربي نقدر نسميه أكرم مع مواطن سعودي نقدر نسميه مالك، والأسماء دي مستعارة لأن المصادر الرسمية والصحف السعودية ما صرحتش أو ما أفرجتش عن الأسماء الحقيقية لأبطال قصتنا النهاردة، وده بسبب سياسة المملكة الخاصة بالقضاء والإعلام واللي بتحرص على سرية وهوية المتهمين خاصة في الجرائم الحساسة زي قضايا الشرف وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية. أكرم الوافد العربي ده كان واضح من هيئته إنه شخص ثري جدا، بينفق الأموال ببذخ وبيقيم في أفخم الفنادق وبيتعامل مع أفخم البراندات والمطاعم والكازينوهات. وفي أحد السهرات دي اتعرف على الشاب الثلاثيني الطموح مالك كان بيحلم بالثراء السريع وبأقرب وسيلة ممكنة كحال الكثير من الشباب في وطننا العربي في الزمن الحالي، وده هو اللي شافه أكرم في عينيه وقدر يستنتجه، وبناء عليه عرض أكرم على مالك عرض من وجهة نظره ما يقدرش يفوته. أكرم قال إنه عايز يقيم شركة لاستيراد وتصدير المستلزمات الطبية وبيعها في السوق السعودي، ولما عرض الفكرة على مالك أعجب مالك بالفكرة جدا وحياه على تفكيره المبدع، وأكد له إن فعلا دي خطوة كويسة وإن السوق السعودي هيتقبلها لأن مجال التجارة اللي أنت بتتكلم عليه مجال مضمون. وهنا أكرم صرح لمالك بأنه عارف إن السوق كويس والمجال ممتاز، ولكنه عنده مشكلة صغيرة وهي دي العقبة الوحيدة اللي بتواجه أكرم في دخول السوق السعودي، والعقبة دي كانت هي إنشاء الشركة، وده لأن القانون السعودي بيضع شروط وعقبات على مثل هذه الشركات. القانون بيوجب على الشركة اللي هتقوم بحاجة زي كده إنها إما تكون شركة مرخصة عالميا براند معروف يعني، وإما أن يكون مالك هذه الشركة شخص سعودي. وهنا التفت أكرم لمالك وقال له إيه رأيك لما ننشئ الشركة دي باسمك ويكون ليك راتب شهري ونسبة من الأرباح؟ وهنا رد عليه مالك وقال له أيوة بس أنا ما فهمش حاجة في إدارة الشركات دي. أكرم قال له أنت ملكش دعوة، كل اللي هتقوم بيه إن أنا هاخدك من إيدك وهنروح على السجل التجاري هنسجل الشركة باسمك ونشهرها، وأنا يا عم هقوم بكل حاجة في إدارة الشركة دي. وهنا بيجي دور مالك اللي عجبه العرض جدا وقرر إنه يوافق عليه، وبالفعل وافق على إنه يستصدر سجل تجاري باسمه مقابل راتب شهري مغري جدا ومقابل نسبة من الأرباح. ولكن الموضوع ما كانش بالبساطة دي. أكرم ما كانش هدفه الرئيسي إنه يستثمر في السوق السعودي ولا حاجة، كل الحكاية بالنسبة لأكرم إنه كان عايز يعمل عملية غسيل أموال. الأموال دي كانت موجودة في الخارج في دولته الأم،
وكان هدف أكرم الرئيسي إنه يقدر يدخل الأموال دي اللي في دولته في البنك السعودي أيا كان هذا البنك، وده عن طريق إن يكون ليه حساب في بنك سعودي بتدخله الأموال عن طريق مشروع وهو شركة المستلزمات الطبية اللي عايز ينشئها دي. فكل اللي أكرم كان عايزه إن الفلوس بتاعته دي تدخل الدولة السعودية على هيئة مستلزمات وأدوية طبية تم استيرادها من وطنه الأم، وبالتالي يتم بيعها في الأراضي السعودية على أساس إنها أدوية، والفلوس تدخل البنك السعودي على أساس إنها من ثمن بيع هذه الأدوية. وهو ده المطلوب، إن الفلوس تدخل البنك السعودي، لأن أكرم عاجز عن تحويل الفلوس دي من بنوك دولته للبنوك السعودية، لأن الفلوس دي ما تقدرش تدخل البنك اللي في دولته أساسا، وده لسبب بسيط جدا، إن الفلوس دي من مصدر غير مشروع. الفلوس بهيئتها دي ما تقدرش تدخل أي بنك، لأن البنك هيسأل صاحب الفلوس دي من أين لك هذا، وطبيعي إنه يقدم أوراق وإثباتات تثبت إن الفلوس دي من مصدر دخل مشروع، خاصة مع المبالغ الكبيرة. ودي سياسة متبعة في جميع أنحاء بنوك العالم كله، لازم تثبت إن الفلوس من مصدر مشروع، سواء بيع حتة أرض أو بيع عقار أو سيارة أو أيا كان، وتقدم الإثباتات والعقود الدالة على حاجة زي كده. فكان المتاح قدام أكرم إنه يعمل شركة في مكان بعيد عن دولته زي السعودية مثلا، ويقدر يدخل الفلوس دي فيها على أساس إنها بضائع موردة زي المستلزمات الطبية، ويدخل الفلوس في البنوك السعودية على أساس إنها نتاج هذا البيع أو الاستثمار، سواء الفلوس دي نتاج استثمار فعلا ولا فلوس دخلت البلد عن طريق التهريب. وبما إن الفلوس دخلت عن طريق التهريب وراحت لواحد عنده شركة استثمارية، فالشخص ده ممكن ياخد الفلوس المهربة دي اللي هي أكتر كتير من استثماراته المتداولة في البلد ويحطها في البنك على أساس إنها جزء من استثماراته. يعني الفلوس اللي في البنك ممكن ما تكونش مقتصرة على قد المكاسب والأرباح اللي جاية من الشركة، فالفلوس هتخش على هيئة مستلزمات طبية، والمفترض ان الشاب السعودي مالك هو اللي استورد الحاجات دي باسم شركته، واللي الحساب في البنك هيتفتح باسم الشركة، وبالتالي يدخل فيها اي فلوس تحت نطاق هذا النشاط القائم على الاستيراد والتصدير. بعد كده الفلوس تقدر تاخد مسارها بشكل مشروع جدا من بنك لبنك ومن دولة لدولة، وبكده بنكون عملنا عملية غسيل أموال كاملة متكاملة بدون ما حد يشعر وبدون ما حد يتساءل من أين لك هذا. وبالفعل أقاموا الشركة باسم مالك وخلصوا التراخيص وبدأوا في ممارسة نشاطهم، والفلوس بالفعل بدأت تتدفق على البنك السعودي، فلوس الشركة من نشاط مشروع ومقنن. أكرم بالفعل بدأ يحول بعض النقود أو بعض الريالات إلى خارج السعودية لأحد البنوك اللي موجودة في دولته، وهنا بيجي دور أجهزة الدولة السعودية اللي بتعمل بكفاءة وتنسيق تام. في منتصف سنة 2023 النظام الرقابي التابع لوزارة التجارة بيرصد بعض التعاملات للشركة دي مع بعض المنظمات أو المصادر الحكومية، عقود وصفقات بيتم تداولها ما بين الشركة دي وما بين بعض الشركات الحكومية. وهنا بيتم ملاحظة ان صاحب النشاط الرئيسي اللي هو الشاب السعودي مالك غير متواجد فعليا في إدارة النشاط، وان أكرم الوافد العربي هو ده اللي بيدير النشاط كله. ومعنى الكلام ده ان في احتمالية كبيرة ان يكون المواطن السعودي ده تواجده على أرض الواقع مش تواجد فعلي، مجرد حبر على ورق، وده مخالف للقوانين السعودية، وبيفتح مجال للتحايل على القوانين بان شخص غير سعودي يمتلك شركة سعودية غير قابل إنشائها من شخص غير سعودي، نشاط غير مسموح لغير السعوديين بممارسته على الأراضي السعودية. وده طبعا أكيد مش من فراغ، الدولة السعودية منعت حاجة زي كده لسبب يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، وبتتواصل وزارة التجارة اللي رصدت الواقعة دي مع هيئة الزكاة والضريبة اللي بتراجع الإجراءات الضريبية للشركة دي، وبتقارن ما بين حجم الفواتير وحجم المبيعات الفعلية. وهنا بيتضح لهيئة الزكاة والضريبة إن حجم الأموال اللي بتدخل الحسابات البنكية أكبر بكتير من حجم الأرباح اللي بتحققها الشركة واللي مصرح بيها في الدفاتر. ده بالإضافة لملاحظة إن الشركة بتقوم بعمليات استيراد من الخارج
للمستلزمات الطبية دي بمبالغ كبيرة جدا، في حين ان المباع او النشاط المحلي للشركة دي يعتبر نشاط محدود. وده بيلقي بشبهة كبيرة جدا على نشاط الشركة دي، لان اجهزة الدولة لو ربطت النشاط المبالغ فيه ده اللي جاي من خارج الدولة بان الشخص اللي قائم على النشاط ده اساسا ماهوش شخص سعودي، وانه متواطئ مع شخص سعودي غالبا بيمثل مجرد واجهة للنشاط التجاري ده بدون ما يكون ليه دخل في ادارته، فالصورة دي بتدي انطباع للأجهزة الرقابية بأن النشاط ده نشاط مشبوه. وبناء عليه البنك المركزي السعودي سامة أرسل التقارير دي كلها إلى وحدة التحريات المالية وطلب التحري عنها على أساس إنها معاملات مالية مشبوهة. وحدة التحريات المالية قامت بشغلها اللازم وعملت التحريات اللازمة وستفت أوراق القضية وبعد كده بعتتها على النيابة العامة. وبناء عليه أصدرت النيابة العامة في المملكة قرار بتشكيل لجنة أو فريق عمل مشترك بيضم أعضاء من وزارة التجارة والنيابة العامة والشرطة وفرق ميدانية من موظفي هيئة الزكاة والجمارك. الفريق ده كله قام بمداهمة مقرات الشركة والمخازن التابعة ليها، وبالفعل تم ضبط 6 مليون ريال داخل خزنة الشركة. المبالغ دي كانت غير مبررة وغير موجودة في الدفاتر، مش معروف مصدرها. صدرت الشرطة بطاقات صراف آلي مرتبطة بحسابات مختلفة وأختام ودفاتر وشيكات موقعة على بياض، وحرزت كل ده على إنه أدلة خاصة بقضية هيتم توصيفها بعد كده على إنها قضية غسيل أموال وتستر تجاري. وبالفعل التحقيقات أثبتت إن مالك المواطن السعودي مكن أكرم الوافد العربي ده وسمح ليه بالتعاقد وشراء وبيع المستلزمات الطبية داخل المملكة باسمه في مقابل أجر شهري. الأموال المضبوطة صنفت على أنها أموال متحصلة من أنشطة تجارية غير نظامية وغسيل أموال. وفي شهر يوليو سنة 2023 اتقدمت القضية للمحكمة الجزئية اللي أصدرت الحكم على مالك وعلى أكرم بالسجن 4 سنوات وتغريم كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 6 مليون ريال. طبعا أصدرت المحكمة قرار بمصادرة الأموال المضبوطة بالإضافة لقرار بإبعاد أكرم الوافد العربي ده عن الدخول لأراضي المملكة مرة تانية نهائيا. لم يعد مسموح لي بدخول المملكة العربية السعودية، وده طبعا بعد انقضاء فترة عقوبته. الحقيقة إن تاريخ أجهزة الدولة في المملكة العربية السعودية حافل بالكثير من القضايا المتعلقة بغسيل الأموال واللي تم ضبطها، ولكني حبيت أنقل لحضراتكم القضية دي للتدليل والإشادة بدور أجهزة الدولة السعودية الحريصة على عدم الإضرار باقتصاديات ومقدرات الدولة، وعلشان برضو أشرح لحضراتكم إيه هو غسيل الأموال بما إنه متداول بكثرة اليومين دول، إيه هو ميكانيزم العمل وإزاي بيسمح للفلوس الغير مشروعة دي بدخول البنك وخروجها على أساس إنها فلوس مشروعة، وإزاي الأشخاص اللي استولوا على الفلوس دي بشكل غير مشروع بيتغلغلوا داخل الدولة وبيشتروا مقدرات وعقارات يفترض إنها صنعت خصيصا للشرفاء الكادحين التعبانين في الوطن حتى ولو كانوا مليونيرات. المفروض إن الدولة بتكافح أي حد بيجي بفلوس غير مشروعة علشان يأخذ أو يحتل مكان شخص تعب وعرق بالفلوس دي، وهي دي العبرة من منع وتحريم وتجريم الدول لهذه الممارسات. لموضوع غسيل الأموال ده أتمنى أكون قدمت ولو جزء بسيط من الإفادة لحضراتكم. القناة لسه في بدايتها محتاجة دعمكم وتشجيعكم. هكون سعيد جدا بكل الوافدين العرب للاشتراك في هذه القناة. سلام عليكم.